سلام. أنا الزيتون، مغربي ومسيحي. بغيتو تعرفوا علاش؟ هذا ما متعلق بحتى شي حاجة أخرى من غير الإيمان. الإيمان بسيدنا المسيح، لأن الإيمان ماشي ورث ولا ثقافة ولا تقاليد ولا واجب ورثناه من والدينا ولا من العائلة ولا من المجتمع. إيمان شيء خاص وشخصي ومتعلق بكل واحد فينا. ما كنتولدوش مؤمنين، ولكن كنوليو مؤمنين. الإيمان ديالنا حنا المسيحيين كيجي بداك الشيء اللي كنتسمع، وداك الشيء اللي كيتسمع كيجي من الكلام ديال المسيح اللي في الإنجيل. اسمع هذا المثال اللي عطاه المسيح على الكلام اللي كيسمعه الإنسان في قلبه. وقال هذا واحد الراجل خرج باش يزرع، وملي كان كيزرع طاحوا شي حبات في الطريق وجاو الطيور وكلوهم، وطاحوا حبات اخرين في واحد الارض محجره ما فيها تراب كتير، ودغيا نبتوا حيت التراب ما كانش غارق، وملي شرقت الشمس تحرقوا، وحيت ما كانش عندهم الجدر يبسوا. وطاحوا حبات اخرين في واحد الشوك، وملي كبر الشوك خنقهم. وطاحوا حبات اخرين في ارض مزيانه وعطاو غلات، كاين فيهم اللي عطا 100 وكاين اللي عطا 60 وكاين اللي عطا 30. والمعنى ديال هذا المثال الزرع هو كلام سيدنا المسيح، والزرع اللي طاح في الطريق هو الكلام اللي كيسمعوا هادوك اللي كيجي الشيطان وكيحيد الكلام من قلبهم باش ما يامنوش به وينجاو. الزرع اللي طاح في الارض المحجره هو الكلام اللي كيسمعوا هادوك اللي قلبهم كيكون فيه الفرحه، ولكن الكلام ما شدش مزيان في قلبهم، وايمانهم كيبقى غير وقت قليل، وملي كيوقعوا في المشاكل وكيتعداو عليهم كيبعدوا دغيا على الايمان. والزرع اللي طاح في واحد وسط الشوك هو الكلام اللي كيسمعوا هادوك اللي هم الدنيا ومحبه الفلوس، كيخنقهم وكيخنق هذاك الكلام فيهم وما كيعطوش غله. والزرع اللي طاح في الارض مزيانه هو الكلام اللي كيسمعوا هادوك اللي كيفهموه وكيقبلوه بقلب صادق ونية مزيانه، وبالصبر هم كيعطيو الغله. الايمان ديالنا حنا المسيحيين كيبدا بالكلام، كلام الانجيل، الخبر السار. ومنين كنامنوا كنتولدوا من جديد، حيث كاينه الولاده الجسديه اللي ما كنتولدوش فيها مؤمنين، وكاينه الولاده الروحيه منين كنامنوا. على هذا الشيء خصنا نعيشوا حسب الحياه الروحيه، وهكا ما غاديش نتبعوا الشهوات ديال الذات. شهوات الذات ضد شهوات الحياه الروحيه، وشهوات الحياه الروحيه ضد شهوات الذات. واللي تشهاتو الحياه الروحيه ما كتشهاش الذات. عمل الذات راها باينه، هي الفساد، الامور المنجوسه، الزنا، العباده الاصنام، السحور، الخصام، العداوه، الغيره، السخط، الانانيه، التفرقه، التعصب، الحسد، السكره والتعربيطه والحوايج اللي بحال هاد الشيء. ولكن غله الحياه الروحيه هي المحبه، الفرحه، الهنا، الصبر، اللطافه، عمل الخير، الايمان، الظرافه والرزانه والحوايج اللي بحال هاد الشيء. والايمان ما يقدرش يكون بلا الاعمال، ولا الاعمال بلا الايمان. اعمالنا كتوري ايماننا. ايوا هاد الشيء هو اللي وقع لي انا. خليتكم على خير.